بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. خامة فرسان، مطبخ، اللمعة واضحة. فرسان أحمد عيسى، خامة مصري. والله الواحد زهقان. أنا هنا أعمل استدابة 45، واعتمدتها خلاص إن أنا على طول أعمل استدابة 45 قطعية. رخامة طولها تقريبا 204، في عرض 55، عشان المكان ضيق، ولما أصور في مكان الشغل هيبان ليه عملتها 55 عرض. خامة زي ما قلت قبل كده، جرانيت مصري. حتى العلامة السمراء اللي كانت موجودة في الوش الرخامة اختفت علشان طلعت في التفريغة. ده مكان المطبخ، شقة ضيقة بس في قلب مدينة كفر الزيات، في الدور ال11. الحوض 52 في 42 من بره. عرض المطبخ ده تقريبا 110 أو 115. الحتة الفلوش دي هتحط فيها الغسالة، وجنب الرخامة اللي هي الجرانيت الأحمر دي هتحط البوتاجاز. أنا كنت مركز على اللمعة وإنها تكون متشطبة، واللمعة واضحة. الفرق بين الوزرة والحلة حاجة لا تذكر. بس أنا لما لقيت إن المسافة بين الكابولي الرخام اللي هي حتة الرخام اللي واقفة في الأرض دي والرخامة التانية بعيدة جدا، رحت جاي واخد التفريغة اللي هي اللي بتتقطع مطرح الحوض الاستانلس، عملت كابولي مثلث على يمين الحلة، على يمين الحوض. أنا هنا كنت شطبت تشطيب نهائي. وزي ما حضراتكم شايفين الخامة بسم الله ما شاء الله جميلة. خامة تشرف، خامة تعيش. التشطيب اللي فيها أظن واضح للجميع. السدابة اللي كانت ما بتلمعش في المصنع دلوقتي بقت بتلمع، ولمعة إن شاء الله تدوم. والله مش عارف أتكلم في الشغل قد ما الواحد شايل هم اللي بيحصل. بس خلينا ملتزمين في المحتوى. دي الرخامة قبل ما تشطب تشطيب نهائي، قبل ما امسحها بالقماشة. أظن الفرق باين. اللمعة بالتشطيب بيبقى فرق مختلف. ان الكابول اللي انا قلت عليه من شوية مثلث، دي حتة انا واخدها من التفريغة. لما فرقتش كتير بعد المسح، بس المسح طبعا بيخليها رايقة اكتر. وهنا برضو كمان لسه بشاور هنا بقى، بقول هعمل فتحة فلتر. كابولي هنا للأمان مش أكتر. كده الرخامة ممكن تطلع نقف فوقيها، تبقى انت مطمن ان الخامة مفيهاش اي حاجة
هتبوظ. وهنا ده مدخل الشقة، ده طبعا قبل ما اعمل انا الشغل، لان هنا الراجل اللي كان ماسك الشغل آه، فني جبس اسمه صفوت، راجل محترم، ما بيجيله حاجة في الرخام بيرن عليا. اقترح ان الباب يطلع بره شوية، هو السلم اصلا تصميمه كده يعني، فلما طلع بره شوية بقت مشكلة ان هو ايه، كان في 3 درجات هنا، انا برضو هعملهم 3 درجات تانيين بس بطريقة تانية مختلفة، بحيث ان احنا نعرف نخش الشقة بكل اريحية، بحيث ان في اسانسير. ولما بيكون في اسانسير ما يهمش الخامة، وما يهم المهم ان يكون ايه، يعني لو حصل حاجة في الاسانسير نعرف نطلع على السلم. السلم ده اصلا ارتفاعه عالي جدا، القايم بتاعه 14، فكان النظام ان انا لازم ايه، عدلت. بسم الله ما شاء الله، ده المنظر اللي انا، ده الاسانسير اهو زي ما انا قلت في الدور ال11، لسه في كمان دور فوقينا اهو. انا كده عملت 3 درجات يدخلوني جوه الشقة، بس الدنيا كانت ليلت، بس قلت برضه ايه لازم انا يعني على غير العادة مش كتير اللي انا بشتغل لهم بالسيراميك وكده. هنا ده المطبخ اهو اللي انا كنت لسه مصوره من شوية، في مية مكبوبة عليه، بصور تاني. طبعا كنت نضفت مكاني، ده المنظر الشكل النهائي بعد ما خلصت. 3 درجات اهو، في كمان دور فوقينا بس ما عملهوش رخام اهو. درجة اهو، الدرج ده كان مخلوع، ركبته تاني بعد ما اتخلع، بس زودت عليه الدرجة الصغيرة وركبت شوية السيراميك بقى ايه اللي حضراتكم شايفينهم دول، تلابيس وكده يعني. وده باب حديد، باب الخشب طبعا مخلوع ومحطوط جوه. وده اللي انا بتكلم فيه، دي الفكرة ان ربنا اكرمني في الاخر وعملت المنظر الجميل اللي في الاخر اللي عاجب الناس، والتشطيب النهائي هو اللي بيظهر برضو الشغل زي ما انا على طول بقول. وزي ما قلت قبل كده، الشغل والفينش النهائي هو اللي بيظهر الشغل. ده مكان شقتي اللي هعمل بعد كده عنها فيديو، شقة في الاسكان الاجتماعي اللي تقريبا محدود الدخل، مش عارف محدود الدخل ازاي وهي ب200 200 ألف يعني. هنا وانا رايح من الطريق اللي بتمنى حد يسمعني ويعمل لنا ايه، في طريق يمين وشمال المساكن، لان الطريق محتاج يتعمل له طريق موازي، يبقى كده يعني عملوا معانا الصح يعني. وربنا ييسر الحال وحد يسمع لنا ويعملوا لنا طريق مطرح ما انا ماشي كده، في نص المساكن حتى، شقة 90 متر. السلام عليكم.